الجزائري بشكل مغاير، المنتخب الجزائري بشكل اكثر من رائع في هذه المباراه. واعتقد يعني النهارده المغرب احنا شفناه متالق في اكثر من مباراه، ولكن الجزائر يظهر في ثوب جديد بمتعه واثاره، ونتمنى المباراه تفضل فيها هذه الاثاره والمتعه حتى الدقائق الاخيره. ولكن هينضم الينا يعني السيد نديم حكيم، هو رئيس مجلس اداره نادي بيروت ونائب رئيس الاتحاد العربي لغرب اسيا. ورحب بحضرتك يا فندم في بلدك الثاني مصر في البدايه، واقول لحضرتك النهارده اعتقد فعاليات يعني البطوله العربيه لكره السله للسيدات دخلت النهارده اعتقد في الادوار الاقصائيه، والنهارده مباراه ممتعه حتى الان. حقيقة أول شيء أنا مسرور وفخور إني أكون موجود بمصر ببطولة. يعني أنا بالنسبة لي السيدات هي أهم من الشباب، يعني لازم الكل يساعد لنطور كرة سلة السيدات، يلي أنا بعتبرها يعني مش عم بيكون لهم يعني كيف بدي أقول لك الحماس من الناس زي ما لازم. ان شاء الله مع الوقت يصير هالموضوع ان شاء الله. كرة السلة اللبنانية ما اقدرش ابدا معاك حوار وحضرتك رئيس نادي بيروت، وكرة السلة اللبنانية انتوا لعبة شعبية اولى عندكم، دايما بتمتعونا سواء في بطولات السيدات او الرجال. ليه الغياب النهارده؟ غياب لبناني مؤثر على قوة البطولة، الرياض، الحكمة، الهمنت، كل الفرق عندكم بصراحة بتأدي بشكل جيد ومتعة، ليه غايبين؟ هو كان منتخب لبنان كان في استراليا مشان تبع اسيا، وبقينا بالديفيجن اي باخر جيم قدرنا نربح على تشاينيز تايبي، فيعني ما كان بيقدروا يكونوا بنفس الوقت بمصر لانه كل المنتخب كان كان اتغير شويه كنتوا موجودين. اكيد. طيب حضرتك شايف مستوى البطوله النهارده الادوار الاقصائيه برغم ان هم 4 فرق، ولكن شايف المستوى يعني تحس ان هم اللعيبه جايين ومستوى جيد؟ هو دايما السيدات عندهم اصرار، في روح انا بسميها روح ايطاليه عند السيدات، فلسه هذا ما بيعني يعني اول 2 كوارترز ممكن يتغير بعد، بس حقيقه الفريقين ممتازين والفريقين عندهم السكيلز اللازمه، وبتمنى التوفيق للاحسن. طيب السكيلز الاحسن، ولكن الفاولات اعتقد في الكوارتر الثالث والرابع تحسن بشكل كبير. اكيد دائما هو الكوارتر الثالث بيسموه كوارتر المدرب، اكيد رح يكون له تاثير كثير كبير حسب كيف بيبلشوا كيف بيكملوا، يعني ان شاء الله. شايف المباراه النهارده الاثنين صعب نتكهن مين يكسب، صح؟ يعني الفرق المستوى قريب جدا. انا هذا رايي، انه اليوم لسه بكير، يعني لسه في 2 كوارترز ما بنعرف مين. هلا طبعا هلا في ادفانتج لفريق الجزائر، بس كل شيء بكرة السلة كل شيء وارد، يعني لاخر ثانية كل شيء وارد. الكوارتر الثالث هيبين المباراة بشكل انا هذا يعني عادة هيك بشوف دائما هيك. بشكر حضرتك جدا، اهلا بيك في بلدك الثاني مصر، ودايما مشرفينا ونورنا، ونتمنى باذن الله يعني الفرق اللبنانيه دايما ما تغيبش عن بطولات كره السله، لان بتدي طعم مختلف جدا للمنافسات ويعني المباريات. ان شاء الله، وشكرا على كل شيء، وبتمنى لك التوفيق. بشكر حضرتك جدا، ونشوفك ان شاء الله ببيروت شي يوم، شي بطوله. شرفني بيروت ان شاء الله. شرفني اكون معك، شكرا لحضرتك جدا. شكرا. مشاهدينا الكرام، يعني ده كان لقائنا مع السيد نديم حكيم نائب رئيس الاتحاد العربي لغرب اسيا، واعتقد النهارده مباراه من المباريات المهمه، هي مباريات يعني قبل النهائي، واعتقد ان الحسم في هذه المباراه باذن الله هيكون طرف للمباراه النهائيه ولمقابله الفائز من منتخب مصر ومنتخب الكويت، واعتقد ان المنافسه هتكون قويه جدا في هذه يعني البطوله. ولكن زي ما احنا شفنا كوارتر اول وثاني كان في تبادل يعني بشكل كبير بين الفريقين، سواء الفريق المغربي او الفريق الجزائري، قدر يعني نقول الحيازه كانت متبادله بين هنا وهنا، واعتقد ان المنتخب الجزائري قدر يحزم الكوارتر الثاني لصالحه برغم اللي كان فيه تعادل في الكوارتر الاول. ويعني مشاهدينا احنا هنحاول يعني نتابع معاكم ان شاء الله كل الاجواء وكل يعني فعاليات البطوله، وزي ما احنا شايفين يعني في اكتر من لاعب مميز او لاعيبه مميزه في الفريق، وكنا معاكم احداث الكوارتر الاول والثاني لهذه المباراه. ولكن الكوارتر الثالث والرابع زي ما اكد لنا السيد نديم حكيم، قال لنا الكوارتر الثالث دايما هو كوارتر المدربين، وكوارتر المدربين هو او يعني الجزء بتاع المدربين اللي هو بيقدر يتحكم في رتم المباراه، سواء بقى بالتغييرات او بتغيير طرق الدفاع، عشان هو الباسكت نمره واحد فيه هو الدفاع هو الحاجه الاهم
في المنظومه بشكل كبير جدا، وان الدفاع هو بيبقى سبب من اسباب نقول التميز للفريق اكتر من الهجوم، لان الباسكت هو ديفنس، والديفنس هو اساس اللعب في كره السله. وبعد كده اعتقد يعني حتى كنا مع اكتر من مدير فني يقول لك الريباوند او لم الكرة اللي هي الكرة الثانية السكند او الفرصة الثانية بتبقى 25% من فوز الفريق. واعتقد ان المباراة النهارده هتكون قوية، هنشوف كوارتر ثالث ورابع بين فيصل غنام المدير الفني للمغرب وزكريا كابودي المدرب العام ومحمد بلوروان المدير الفني للجزائر. اعتقد هتكون فيها تكتيك، خاصة ان زكريا يعني كان فيصل غنام كان متعصب واتحسب عليه اعتقد يعني خطأ فني في كوارتر الثاني من هذه المباراة بسبب ضغط يعني نقول المباراة بشكل كبير جدا عليه. ونتمنى باذن الله ان الامور تبقى يعني ماشيه بشكل جيد، وايا كان مين هيفوز مين هيوصل للمباراه النهائيه، ولكن يعني نتمنى باذن الله الافضل هو اللي يفوز، والافضل هو اللي يكون على منصه التتويج، وباذن الله ان شاء الله تكون منافسه قويه ليهم.